السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، عاملين ايه؟ دلوقتي طبعا داخل علينا موسم اللحوم ولازم يبقى عندنا سلطة الطحينة. تعالوا شوفوا بقى، انا جبت شوية الفينو دول وهحط عليهم ايه؟ مية مغلية. مية مغلية صابرين، هنحط على العيش. عايز تعملي بعيش البلدي اعملي، عايز تعملي بالفينو اعملي، هي دي النتيجة. حاجة تحفة فاخر من الاخر. ما تقوليش ان المطاعم كلها بتحط لك طحينة، اوعي تفكري في كده. تعالي وانا اقول لك نعملها ازاي. انا كان عندي فينو بايت من عند الولاد، كانوا بيتعشوا بيه وفاضوا دول. فكرت ان انا اعمل في البيت حاجه كده وتمشي جنبها الطحين. قلت لازم اشارككم معايا واقول لكم انا هعمل ايه. قصقصي بقى كل العيش اللي عندك كده بايت، مفيش مشكله، طازه برده مفيش مشكله. اللي موجود عندك تقدر تعمله بالعيش البلدي. دي كويس. شويه التوابل ما تكتريش توابل عشان ما تبوظيش الطعم. الحاجات اللي انا وريتها لك دي حاجات بسيطه خالص. قصقصي بقى كده، خلصي كل الفينو اللي عندك. مفيش مطعم دلوقتي ولا محلات المشاوي بتحط لك طحينه خالص. الطريقه دي تحفه جدا جدا جدا. وحاجه كده يعني مش عايزه اقول لك. عايزه تخليها تقيله، عايزه تخليها خفيفه، تقدري تتحكمي فيها زي ما انت عايزه. بصي يعني الحاجه اللي انت هتعمليها بيتك هتبقى انضف كتير من بره. شوفي علبه الطحينه الصغيره دي بتتباع من بره بقد ايه. ادي المج، الميه السخنه بتغلي، ميه بتغلي زي ما انت شايفه كده. بص الدخان طالع منها عامل ازاي. دي اهم حاجه عندي طبعا. وهجيب بقى حاجه كده واروح منزله الفينو لتحت عشان كله يتشرب معايا. يعني مش هسيبه عايم كده على الوش يبقى جزء مبلبل وجزء لا. هستنى بس تهدى السخونيه دي، يعني 5 دقايق، مش هستنى عليها كتير. تكون اتشربت معايا وتكون السخونيه دي هديت شويه. هبدا بقى اجيب شفشق الخلاط بتاعي وهنزل عليه بالفينو زي ما انتم شايفين كده. هنجيبنا الخلاط وادي له بقى ضربه مبرحه زي ما انتم شايفين. هو خفيف كده ليه صابرين وميه، هتقلها لكم واصبروا عليا شويه. انا ما حطيتش اي حاجه خالص غير الفينو في الميه وضربته زي ما انتم شايفين كده. هبدا معاكم واحده واحده وخليكم معايا اشوفوا النتيجه هتبقى طالعه ازاي. دلوقتي دي نص ليمونه، نص ليمونه بس او نص ليمونه، لو مش عايزه تحطي الليمون ما تحطيش. دي نص معلقه من الملح، ربع معلقه من الشطه، ربع معلقه من الكمون، وفصين من الثوم. طبعا كده نزلتهم عليه وبهضربهم تاني لحد لما كل ده يختلط ببعضه. طبعا ما حطيتش في الاول لحد ما انا ضربت الفينو وبعد كده نزلت الحاجات الباقيه دي. ما تحاوليش تكتري في التوابل، انا مش عايزه توابل كتير، انا عايزه الحاجه طعمها يكون واضح. والله لو دقتيها هتقولي انت حاطه فيها ربع كيلو من الطحينه. طعمها بجد جميل. دلوقتي خلاص اتضربت ضربه مبرحه. دي معلقه من الخل وهنزلها كده في الخلاط وهو شغال من فوق. اللي هتلاقي اللون بتاعها فتح وهتلاقي الطعم مع الليمون بقى حكايه. ده مج شاي من الزيت. طبعا يكون الزيت بتاعه حلو، ما يكونش زيت تموين او زيت فيه ريحه. وهبدا كده من فوق كده من الخلاط، من فتحه الشفشق من فوق الغطا بتاعه بيبقى فيه فتحه. هنزل كده سرسوب سرسوب كده لحد لما تنزل كل كميه الزيت. مش شرط تحطي المج كامل، بس انا عامله كميه حلوه يعني، فممكن تحطي اقل ممكن تحطي اكتر على حسب التقل اللي انت عايزاه. وادي في الطبق بتاعي زي ما انتم شايفين كده، شايفين التقل، وعلى كده لسه سخن. اول ما هيبرد هيتقل اكتر واكتر. بصي الكميه عامله قد ايه. كل دول من 4 صوابع بس من الفينو. طبعا الفينو بتاعنا مش فينو فينو يعني. الفينو بتاع زمان كان فينو محترم، دلوقتي الفينو ده خفيف جدا. هاتي بقى رشه كده من الشطه ورشه من الكمون ونجرشي كده الطبق بتاعك وزوقيه. هيبقى حاجه كده كانك قاعده في افخم المطاعم وبتاكلي احلى سلطات. صدقيني انت مش هتندمي لما تجربيها. حاجه كده فاخر من الاخر. وادي الشكل النهائي بتاع سلطه الطحينه بالفينو.